تعادل ريال مدريد مع بايرن ميونخ الألماني على ملعبه وسط جماهيره بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بين الفريقين في دور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا. في المباراة التي قيمت على ملعب بايرن ميونخ، حيث نجح ريال مدريد في تسجيل هدف مبكر وهدف التقدم عن طريق فينيسيوس جونيور من تمريرة رائعة عن طريق توني كروس الذي ضرب مدافعي بايرن ميونخ، ونجح في تمرير كرة سحرية يتمكن البرازيلي فينيسيوس من تسجيل هدف التعادل قبل أن يعود هاري كين الفتى الذهبي لفريق بايرن ميونخ من تعديل النتيجة وتسجيل هدف التعادل من لعبة أكثر من رائعة ليعود أصحاب الأرض للمباراة في الشوط الثاني. قبل أن يعود بايرن ميونخ ويحصل على ركلة جزاء، ينجح اللاعب هاري كين مهاجم الفريق من تسجيل الهدف الثاني وهدف التقدم لفريقه، لتشتعل المدرجات فرحا وسط نشوة الانتصارات بحثا عن الفوز وقطع خطوة نحو التأهل للمباراة النهائية على حساب الريال. ومع مرور الوقت تمكن فينيسيوس جونيور من الحصول على ركلة جزاء ليسددها ببراعة في مرمى الحارس العملاق مانويل نوير ليسجل الهدف الثاني، ليسجل هدف التعادل في مرمى العملاق البافاري وسط محاولات من كل لاعبي الفريقين بايرن ميونخ وريال مدريد من أجل تسجيل هدف التقدم، إلا أن الوقت لم يسعف لاعبي الفريقين وتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما. ومن المنتظر أن تحسم مباراة العودة بطاقة التأهل لأي منهما، حيث يسعى ريال مدريد على ملعب وسط جماهيره للفوز على حساب بايرن ميونخ والحصول على بطاقة التأهل. فهل ينجح ريال مدريد في استغلال عامل الأرض والجمهور، أو يتمكن بايرن ميونخ العملاق البافاري في تسجيل الفوز والعودة ببطاقة التأهل للمباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد على ملعبه وسط جماهيره؟ ومن المنتظر أن تشهد